اوكي. اهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من مجلس القادة. المجلس هدفه ان احنا بنتقابل نتكلم عن مشاكل القادة، ايه الحاجات اللي بتحصل في اي اليوم الشغل بتاعنا العادي، والحاجات اللي ممكن نحاول ان احنا نحسنها، او مشاكل دي ازاي نتجنبها نتعامل معاها. الموضوع مساحة مناقشة اكتر من ان هو يعني محاضرة ولا سيشن بنحضرها. يعني مش جاي عشان انا اللي اتكلم، حابب ان اسمع منكم لو في اي حاجة نحب نناقشها من دلوقتي. ف جايين ليه الصبح بدري كده؟ طيب أنا بما إن أنا أول مرة أحضر يعني فأنا بصراحة يعني موضوع القيادة ده يعني بحبه من كتير يعني و... وبشوفه حاجة تشالنجينج يعني يعني بشوفه حاجة مش سهلة. يعني عارف الكلام فيه سهل، بس تعالى بقى يا حبيبي في الملعب كده ولما تقف في الموقف والحقيقة شكلها عامل ازاي. لا يعني الموضوع تحس ان هو ايه يا عم، طب ما الكتب بتقول والموضوع يعني المفروض يبقى سهل وبسيط يعني. ف فبحب لا يعني بحب بقى ان الواحد يسمع من الواقع زي ما بيشوف كتب وبيقرا كتب وبيعدي على حاجات. لا يسمع بقى من الواقع شكله عامل ازاي يعني. يس. it's easier said than done. اي حد ممكن يبقى فاكر انا لو بقيت مدير بكرة هعرف اعمل احسن من مديري الحالي مثلا. بالظبط، بالظبط للأسف. حلو أوي. ده رؤية طارق بيه عن الإدارة أو القيادة. حد عنده رؤية تانية، عنده تشالنج معاها؟ جميل. طيب، خليني أوريكم جملة كده. كنت بتكلم مع حد فقالها لي. لو أنا قلت الجملة هكتبها مثلا هنا في الشات: حتى تكون في الأمان يجب أن. لو هتكمل الجملة دي بعد كلمة أن هتكتب إيه؟ يغرق الآخرون. يجب أن يغرق الآخر. ماشي. إيه تاني غير إنك تغرق الآخرين عشان تبقى في أمان؟ لا، هو أنت عشان تكمل الجملة أعتقد لازم تكون يعني توصف أنهي أمان، يعني أمان إداري ولا أمان نفسي ولا أمان مالي يعني، حتى تكون في الأمان. يعني مش عارف يعني أنهي أمان نقصده. يعني خلينا هنا بنتكلم بما إننا في القيادة وبنتكلم على المستوى الاحترافي أو المستوى المهني، فإنك تكون في أمان في الوظيفة أو في مكان عملك. يعني استمرار السعي والتعلم غالبا. استمرار السعي والتعلم عشان ما تمشيش من الشغل، يعني تقصد؟ لا، سعي وتعلم معناه ان انت متطور دايما، فحتى لو حصلت مشكلة في الشغل فغالبا هتلاقي مكان تاني وتالت، هتتطور، هتكسب خبرات اكتر، مهم. من هذا القبيل يعني. أوكي، استمرار التعلم. إيه تاني؟ ده رأي مؤيد ورأي أبو خضر. إيه تاني ممكن يتكمل بيه الجملة دي؟ آه، طيب أنا ممكن يعني أنا كتبتها في الشات بس ممكن أقولها برضه. إن الواحد يعني بما إن إحنا هنا بنتكلم على مش الشخص لوحده، يعني الشخص والناس اللي معاه، فإن إحنا كلنا نبقى في تطور مستمر قدر المستطاع يعني. و ده طبعا غير إن الواحد أصلا يبقى بيحاول إن هو يبقى يعني بيبتغي رضا ربنا سبحانه وتعالى. فهو
لأن هو ده الأمان الحقيقي. يعني هو في الآخر الأمان الحقيقي إن إحنا نبقى في في رضا ربنا أو في معية ربنا سبحانه وتعالى قدر المستطاع يعني. ف... فالأسباب بقى بتاعته إن الواحد يبقى دايما في حالة من إن هو بيسعى إن هو بيتطور دايما هو والناس اللي معاه. فكل ما ده بيحصل كل ما بظن يعني إن هو البني آدم يعني على قد ما يقدر ما يقلقش وما يحسش بإن هو يعني ممكن يعني في الحالات دي أنا بحس إن خسارة بقى الناس دي ده خسارة للمكان نفسه. يعني المكان نفسه لما يمشي بقى الناس دي لا المكان هو اللي خسران مش انت. اوكي، حلو جدا. يعني احنا ما زلنا بنتكلم في ان آه، ضمانة الوجود او ضمانة انك تبقى مكمل في المكان هو انك يبقى عندك حاجة مش عند الناس دي او حاجة الناس دي محتاجاها منك يعني. وسواء تطوير شخصي او كمان تطوير التيم اللي معاك، لان انت مش هتبقى شغال لوحدك. ودي يعني حاجة بيقع فيها ناس كتيرة، ان هو لما بيبقى individual contributor هو مشارك او مساهم فردي موظف ما فيش تحتيه حد تاني مرؤوسين ليه. بيجي بعد كده لما بيبقى مدير بيستمر في انه هو انا ايه اللي خلاني انتقلت من اني موظف الى اني بقيت مدير؟ ان انا كان شغلي كويس، فانا هكمل في الشغل الكويس او هكمل في الشغل الكتير او هكمل باني بعمل كل حاجة بنفسي ولوحدي. فهنا طارق وجهنا لاتجاه تاني، ان مش بس تطوير نفسي زي ما كتب في الشات، لا تطوير كمان الناس اللي معايا، لان هيبقى جزء اساسي من نجاحي مش ان انا بعرف اشتغل كويس، ولكن ان انا بعرف اشغل الناس اللي معايا كويس. فمحتاج ان انا اأهلهم، محتاج ان انا استفاد من خبراتهم، وده هينعكس في الاخر على الإدارة بتاعتي أو القسم أو التيم بتاعي بالكامل يعني. ف... فده بعد مهم جدا جدا. يمكن من أكتر المواضيع الشائكة وفي نفس الوقت الممتعة هي الديليجيشن، التفويض. إن أنا إزاي هفوض. ممكن يعني نذكر نقطتين فيها هنا برضو بحكم نقاش اليوم. حتى تكون في الأمان يجب ألا تشعر بالأمان. ليه كده بس يا غدا؟ حتى يعني حتى تكون في الأمان يجب ألا تشعر بالأمان، إن هو لازم لو في حد قلقان، لو في حد مطمن واحنا قلقانين نسيبه مطمن؟ لا، هو ليه حاسس انه مطمن؟ ليه شايفاه كده؟ يبدو غدا هتكون بتكتب. هو ده بيتفق الصراحة مع المقولة الأشهر لهذه الجملة، ألا وهي إنك عشان تعيش في أمان لازم تكون أنت مصدر الخطر. طبعا هي جملة من على ظهر توك توك يعني، بس احنا بناخدها بالبرسبكتيف بتاعتنا. ان احنا ازاي الواحد يكون في امان في شغله، ازاي الواحد يكون في امان في حياته عموما يعني. هو طبعا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني الواحد ممكن يبقى حابب حاجة او عايز يعمل حاجة او يكمل في مكان، ويطلع ان مش ده الأحسن ليه، وإن الخطة اللي هو بيفكر فيها لنفسه ما هياش أحسن حاجة، وإن ربنا بيرتب له أو بيدبر له أمور أحسن بكتير بإذن الله. بس هي الفكرة إن مش عشان الواحد يطلع محتاج إن هو يأسفن، أو مش عشان الواحد يترقى محتاج إن هو زميله يترفد. فأنا وزميلي بننافس بعض وفي ترقية آخر السنة، فيانا يا هو يبقى أنا هعمل سابوتاج اللي هو إفساد الآخرين، أو إفساد الشغل اللي بيعمله الناس التانية. لا، أنا مش محتاج إني أعمل كده عشان أترقى. يعني أنا ممكن أشوف هو يبقى في تراك وأنا في تراك، ممكن إحنا الاتنين نترقى، ممكن إحنا الاتنين نزيد العلاوة السنوية أو whatever اللي ممكن تقدير معنوي ممكن ناخده أو تقدير مادي. بس في الآخر مش أنا يا هو، إحنا ممكن نشوف حل وسط يعني. فدي من الحاجات اللي بفكر فيها باستمرار. إن الناس كتيرة بتبقى شايفة أنا ومن بعد الطوفان، أو عشان تعيش في أمان لازم الباقيين يغرقوا، أو لازم أكون أنا مصدر الخطر. فرأيكم إيه في البعد ده، من ناحية إن الواحد يانا يانا يا بلاش يعني؟
تعليقكم إيه على هذا الأمر؟ هو كان جه فترة، يعني كنت يعني حاسس ان ده على مستوى موقف شخصي او في شغل معين، ان عشان تكون في الامان الوظيفي، يعني ان انت لازم يكون عليك ضمان عالي. بس حسيت ان الموضوع ده كان عامل حرق اعصاب كبير يعني. آه، عشان يكون عليك ضمان عالي لازم ان انت تكون مثلا انت او البوزيشن بتاعك يبقى قليل، فانت مش هتفكر ان انت تهاير حد عشان دايما تبقى انت الموجود في المكان. طيب، عشان يكون عليك ضمان فانت لازم تكون انت اللي بتعمل كل حاجة، فانت مش عارف تعمل ديليجيشن او ما بتفكرش تعمل ديليجيشن. يعني في شخصيات كتير قوي يعني لها اجابات تنفيذية للموضوع الأمان. عايز دايما يكون لوحده، فمهما يكبر في السن أو مهما يكون عليه حجم شغل فهو مش عايز يهاير حد. طيب، عايز دايما إن هو يكون هو السنترال بيرسونال، اللي هو أنا يا جماعة، ده أنا بقالي سنتين مش عارف آخد أجازة، مش مقدرين كده، ده أنا فاهم. فكل واحد ليه تفسيره العملي بقى والتنفيذي للقاعدة دي. آه، ده رأيي، يعني هتلاقي لها إجابات كتير. الناس الأسوياء بقى، ودول قليلين قوي، اللي هو لا، عشان أكون في أمان لازم الكل يبقى في أمان. يعني إيه الكل لازم يبقى في أمان؟ التيم بتاعي بيتعمل له مثلا أبجريد في الليرنينج كيرف بتاعه، ماشي. ليه؟ لأنه شخص سوي من جوه، عشان والله أنا أعرف أخد أجازتي مثلا على الأقل، عشان يكون في تيم يشيل الشغل، اللي هو بيبقى ليه نظرة بره الصندوق، أو بره إن هو إيه، بره الشخصنة. ودي طبعا أشخاص معدودة، يعني إحنا كلنا بني آدمين وبنقابل ناس كتير قوي يعني، وقابلنا ناس كتير. ومش كلهم اللي بيعرف يهرب من العوامل النفسية اللي عنده. ده رأيي متواضع. شكرا أبو خضر. طيب طارق، رأيك إيه في الكلام ده؟ والله يعني فكرة إن الواحد أصلا يبص اللي حواليه، وإن الموضوع منافسة، وإن الموضوع إن فلان ايه ده فلان اتكرم، فهو ده معناه ان الموضوع ده بصراحة، حتى مع وجود السوشيال ميديا السوشيال بريشر عموما بقى، يعني حتة ان المدير يكرم فلان، طب وانت شغال بقالك كتير وعمرك ما اتكرمت وعمرك ما اتقال لك كلمة حلوة وحاجات دي. طبعا دي حاجة بتعمل نفسيات سيئة جدا. آه، يعني لو انا النهارده، لو انا هتكلم عن نفسي، يعني وجودي في بيئه زي دي للاسف، حتى لو انا بجاهد نفسي وحتى لو انا بحاول ان انا ابقى انسان سوي، بس وجودي في البيئه دي ده يعني دي بيئه مش صحيه اصلا. يعني لان هيحصل العكس كمان. يعني انا يوم بقى ما هيتقال لي كلمه حلوه، وما يتقالش للناس اللي معايا، ف- فالناس اللي معايا برضو هتبقى من جواها، يعني مش عايزة لي خير، او مش مبيتة لي خير. فدي حاجة انا بشوف ان اي مدير او اي ليدر، يعني مهم جدا جدا ان هو يخلق روح ال ال ان احنا بننجح مع بعض. طبعا حتة الانديفيدواليتي مهمة، ان انا ابقى عارف ابو العينين ايه الحاجات اللي هو بيحبها، فلما يعمل حاجة كويسة اقولها له، او اعملها له، عارف رسلان ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتشجعه، فنفس القصة. ف... فده مهم جدا، بس في نفس الوقت مهم قوي ان يبقى عندي المؤشر بتاع هو المراعية، إن أنا مراعي التيم كله، وحتة إن ثقافة إن إحنا تيم واحد، نجاحي من نجاحكم ونجاحكم من نجاح بعض. فلو فلان ما نجحش إحنا كده ما نجحناش، حتى لو الهدف كله بتاع التيم اتحقق، بس فلان مثلا
وقع مننا، فاحنا لا، احنا هنتبسط من النتيجة النهائية في الآخر. بس لا، ان احنا كلنا وصلنا وكلنا محققين، ده احسن بكتير من من الحتة دي. فدي بتحط على كل واحد فينا يعني زي ما بيقولوا كده ايه، حمل ان انت بقى بصيتك للكي بي ايز والحاجات اللي انت بتكافئ عليها والحاجات اللي انت بتشجع فيها. هي دي اللي بتعمل الجودة. يعني هي دي اللي يعني اللي اما بتساعد فعلا ان احنا كلنا نبقى مربطين ببعض وبنحب الخير لبعض يعني ولما حد يحصل له حاجة كويسة فعلا فعلا بيبقى من جوانا ان احنا مبسوطين له وهكذا، بل ان احنا اصلا بنسعى لده، او العكس. آه، هو هو ده تقريبا عكس بالظبط اللي قاله ابو خضرة، وعشان كده هو رفع ايده عشان عايز يرد عليك. بس انا مؤيد لده وده، او على الاقل اللي بنحاول نسعى ليه. ان من ناحيه ان انا دلوقتي في حاجه اسمها psychological safety او الامان، الامان اسمه ايه، الامان النفسي في بيئه العمل. ان ما يكونش هدف المدير ان هو يخلق المنافسه دي او يخلق البيئه السامه دي، لان هدفه ان احنا نبقى كلنا اسره مع بعضينا يعني. بس مش بالمفهوم اللي هو ايه ابن الشركه ولازم تقعد وبتاع. لا، الشركه مش ملهاش عيال. بس كل الفكره هنا ان المدير اللي بيبقى شايف ان انا بالنسبه لي اهم حاجه الناس تبقى دايما شغاله، واشوفهم على الاجهزه بتاعتهم واشوفهم عرقانين وتعبانين، وبيتفاخر بان انا ما بغيبش. وانا اخر مره اخدت اجازه كان من 3 سنين، وانا ما حضرتش عزا ابويا وما حضرتش فرح بنتي، والكلام ده كله كلام ملهوش اي معنى. ده ناس دماغها تعبانه يعني. بس القصد برضو ان مش كل الناس كده. عشان بس احمد بيقول يعني ايه عددهم قليل وبتاع. اه، الواحد قابل ناس كتير مرضى نفسيين، ولكن الحمد لله في ناس كتيرة سوية وناس كتيرة كويسة. آم، الحمد لله يعني ان هم موجودين، وربنا يرزق الجميع بمديرين سويين وزملاء عمل اسوياء. في ناس وحشة، في ناس وحشة، في ناس متعبة، في ناس يعني لا تتمنى الخير للآخرين. بس احنا بنتكلم في اننا احنا ازاي نبقى بنليد الموضوع ده، او احنا ازاي نتعلم حاجه زي كده، او نحافظ على نفسنا مننا لما نمسك اداره او نمسك تيم. it doesn't have to be a formal title. انت مش لازم تبقى المسمى الوظيفي بتاعك مدير اداره او رئيس قسم او دايركتور او هيد او ايا كان. انت ممكن تبقى بتقود جزء من الشغل مع ناس تانية. هل انت بتصعب الدنيا عليهم؟ هل بترمي اللوم عليهم؟ هل بتفوضهم بشكل سليم؟ ولا خد اعمل الموضوع ده يا محمود وخلصه تعالى؟ ما هو ده كده ما اسموش تفويض. انا تفويض يبقى محتاج اديله اوثوريتي، يبقى محتاج اديله ريفرنس للحاجه المطلوبه منه، محتاج اديله الكي بي ايز اللي هنقيس بيها التاسك اللي هو هيعملها دي نجحت ولا لا. ففي ابعاد كتيره للاداره هنا او القياده، مش مرتبطة بس بإن أنا معايا التايتل أو مش معايا. لا، إحنا نجاح الفريق كله هيبقى من نجاحي لو أنا المسؤول عنه. هنرجع لطارق وأبو خضرة، بس لو في حد تاني حابب الأول يعلق على هذا الأمر قبل ما نروح لأبو خضرة ثم طارق. أي حد يحب يشارك رأيه في هذا الموضوع. هو بس يعني في نقطة إنه الصراحة أنا دايما بشوف إنه يعني المدير الشاطر هو اللي بيعرف، مش عايز أقول يطلع من الفسيخ شربات، بس اللي بيعرف على قد ظروف الشركة والوضع اللي فيها إنه يطلع أفضل شيء ممكن. لأنه في الأول وفي الآخر الشركات دي والكيانات دي هي مش بتاعتنا. هو ممكن يكون أصلا مديرك فوقيه تلاتة أربعة مديرين تانيين وحاجات من هذا القبيل، وما يكونش هو صاحب قرار أصلا في حاجات كتير قوي بتحصل. بس هو الفكرة إن هو لما مديرك ده اتوفر لك في سياقات كتير اتحسنت أو بقت أفضل. حاجات مثلا على أقل تقدير إنه مثلا ما بقاش فيه كوميونيكيشنز وحشة مع التيمز التانية. يعني دي بتبقى إضافات ضخمة جدا بالنسبة للناس اللي مش لاقيينها.
فهو الشخص ده قدر يوفر لك ايه، يعني الفترة اللي هو تواجد فيها، ايه الحاجات الكويسة اللي قدر يوفرها. ده بشوف ان هو اهم حاجة في السياق ده الصراحة، يعني في بيئات عامة ما بتكونش اصلا مساعدة انه الدنيا تبقى وردية او حلوة او 80% حلو. بس انا لو كنت 20% حلو وجه الراجل ده مثلا خلاني 50 60%، فده مدير شاطر. وهو ده نجاح الشركة أو الناس الثلاثة اللي فوقيه، أو قرار واحد منهم اختار الشخص ده عشان الدور ده أو عشان الأدد فاليو دي. هم شافوا إن هو لما هيكون موجود في المكان ده هيزود النسبة اللي أنت بتحكي في التحسين بتاعها ده. فيس، منطقي جدا. حد يحب ياخد المايك قبل ما نروح لطارق؟ إذا فهي لك يا طارق. اتفضل. طيب هو انا بس يعني اللي عايز اقوله ان يعني خلونا برضو نبقى متفقين زي ما حضرتك قلت يا باشمهندس، ان هو بيئة العمل اصلا مصممة ازاي، يعني عارف برضو وعي المدير او وعي القائد بالمكان اللي هو فيه. اوكي. لان دي حته احنا مثلا ايه ساعات قوي. انت بتدخل كمدير، انت مسؤول عن ايه؟ انا مسؤول عن تيم، والتيم ده عنده اهداف. خلاص، فانا بركز قوي في الحته دي ان هي تحصل، ان انا والتيم نحقق الاهداف اللي مطلوبه مننا باقل اضرار وخناقات ومشاكل، مع عدم بقى ايه ساعات بيغيب عننا الوعي بيه هو ايه اللي بيحصل من فوق. يعني الجو العام عندنا في الشركة شكله عامل ازاي، احنا بنتزقل فين، لان هو في الاخر انا بصراحة يعني كان في وقت من الاوقات كان في عندنا برنامج تدريبي اسمه كوتشنج فور ريزلتس. كان دايما يقول لك ايه، يقول لك الشركات لا الموظفين لا يتركون الشركات ولكن يتركون مديرينهم. وبصراحة الكلمة دي كلمة يعني أنا شايفها مجحفة جدا جدا، وبتحمل المدير أو القائد ما لا يعني ما لا يطيق. يعني في الآخر حضرتك بتقول لي يعني الشركة ممكن تبقى هي عاملة نظام مرتبات زي زفت، ممكن تكون عاملة ثقافة وهي قصد الثقافة دي ثقافة التنافس، وثقافة إن مفيش كلمة حلوة، وإن الناس لما تغلط تتعاقب وكلام يعني بيئة فعلا توكسيك يعني رغم إن ما بحبش الكلمة، بس هي يقول لك دي بيئة توكسيك تمام. طب فهم خالقين البيئة دي، وبعدين بقى عايزين المدير يا عيني هو اللي إيه، اللي يشوف ده كله، وفي نفس الوقت بقى إيه، لا ما يبقاش عندك ترن أوفر عالي، لا الناس الإنتاجية بتاعتها تبقى على طول عالية، لا ايه ده هي الناس بتاعتك مش مبسوطة ليه، ايه ده هي الناس بتاعتك مش يعني فاهم. فاللي هو لا يا جماعة هي هو انا كمدير هو انا مش ساحر، ما هو انا برضه انا كبني ادم عندي نفسية وعندي. فانا من كتر اللي انا شايفه من اللي جاي من فوق، اللي هو بقى للاسف الموظفين للاسف غالبا ما بيشوفوش يعني، هم بيشوفوا بس ايه، بيشوفوا الافعال اللي بتبقى جايه من المدير. ففي الاخر وعيك انت بقى كمدير بالمكان اللي انت فيه، يعني دي حتة مهمة جدا، ان انت اصلا تبقى عندك الوعي بالحتة دي، بالثقافة بتاعت الشركة بتزق الناس لايه. دي النقطة التانية المصارحة، ان انت اصلا بقى كمان يبقى عندك الشجاعة في ان انت لا انت مش سوبرمان، ومش مطلوب منك تبقى سوبرمان، انت بني ادم وهم بني ادمين والناس اللي معاك بني ادمين. فمهم جدا جدا ان انت تبقى بتصارح الناس يا جماعة في الاخر بصوا الجو العام هنا كذا، فاحنا محتاجين ان احنا نحاول على قد ما نقدر، وانا هبذل كل اللي اقدر عليه عشان خاطر ان احنا نقدر ان احنا نحقق الاهداف بتاعتنا، مع ان احنا يعني نحاول نخلق بيئة ظريفة، ان احنا حتى احنا كتيم ما بيننا، احنا كتيم حتى لو الدنيا خربانة حوالينا احنا نحاول نصلح على قد ما نقدر. بس يا جماعة من الاخر هو بيحاول ان هو يمانج الاكسبكتيشنز بتاعته وبتاعت الناس اللي معاه بشكل صحيح.
الوعي ومانجنج الاكسبكتيشنز، وان انت تبقى صريح مع الناس بتاعتك، ما تخافش ان انت تقول لا يا جماعه الدنيا منيله بنيله، او إن الدنيا اكبر مني انا اصلا كمدير او كليدر. انا شايف ان الحاجتين دول بيبداوا ان هم بقى يخلوا خلاص الناس تبدا ان هي تتعامل بتشيل المسؤوليه معاك. على الاقل يعني الناس بتشيل المسؤوليه معاك. انا اسف ان انا طولت والله. حلو أوي. لا، كلام مهم جدا. I took notes عشان عايز أعلق على نقطتين بس بعد ما نسمع من رسلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورتنا والله. الله يزيد نورك يا رب. أنا يعني شاكر لكم جدا، وأول مرة الحقيقة انضم لكم النهاردة، ويمكن ده تقصير كبير مني يعني. ربنا يقوي. وطبعا أنا تقريبا ما أعرفش حد من الشباب اللي موجودة، ما اتشرفتش بحد إلا طارق. ازيك يا طارق، عامل إيه؟ حبيبي يا رسام، والله الحمد لله رب حبيبي، العالمين. الله انا يعزك يا كمان رب. اول مره يعني. لا، برضه طب كويس الحمد لله. ايوه ايوه. معلش أنا لسه طالع من دور البرد الجديد، ألف سلامة. فحاولكوا عليا بقى، استحملوني شوية. ألف سلامة. أنا طالع أتخانق مع طارق الحقيقة على الكلام اللي هو بيقوله ده. لا، هو طارق كلامه جميل جدا. هو طارق كلامه ممكن نعمل له ميكس مع المقولة الأصلية اللي هو بيعرضها. بس احنا لو بصينا على الروت كوز هنلاقي شركة توكسيك. جميل. ما هو المدير ده اللي هو مدير قسم أو ميد مانجر، ما هو نفسه فوق منه مدير اللي هو مخلي الإدارة دي توكسيك أو مخلي الشركة دي توكسيك. فهيبقى هو نفسه بيهرب منه. بالإضافة إن وجود المدير ده لو هو عنده ثقافة بالحد الأدنى إن هو جاي علشان خاطر طارق بالذات هيريليت أوي مع الكلمة دي، يفاسيليتيت حياة الناس، يهيئ لهم الجو المناسب. يعني يهيئ لهم ازاي ان هم يعرفوا يشتغلوا بافضل شكل ممكن. انت مش رايح شركة ما علشان تعمل مكسيك شربات، ولا انت سوبرمان. انت اللي مطلوب منك ان الوضع اللي موجود طالما انك ارتضيته وبالتالي بتعمل وبتتقاضى عليه راتب، انك تخليه افضل وضع ممكن. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن تقواه سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. ما استطعتم، اتحطت الاستطاعة شرط هنا. فما ينفعش ان احنا نقول ان احنا معانا عصاية سحرية، ودي بقى نتفق جدا معاه عليها. انا دايما بقول لا انا ملاك ولا بتعامل مع ملائكة. انا بني ادم بغلط وبتعامل مع بشر خطائين. وبالتالي يعني ده مش بس متقبل ان احنا نغلط، لا ده مطلوب ان احنا نغلط. احنا لو مش بنشتغل كويس مش هنغلط. في كلمة هزلية لمسرحية كده كانت لمحمد صبحي، مش فاكر كانت ايه، بيقول لك تشتغل قليل تغلط قليل تترقى، تشتغل كتير تغلط كتير يرفدوك. ده كلام هو معبر عن الوضع اللي موجود في بعض بيئات العمل المدهولة اللي موجودة حوالينا. ولكن ده مش الوضع اللي نقدر ان احنا نعول عليه. وانت مطلوب منك تشتغل كتير وتغلط كتير وتصلح كتير، فاخطائك مع الوقت تقل وتطور افكارك وتوصل لمراحل نضج اعلى بكتير جدا، وتعرف انك انت تشتغل. يجي دور المدير بقى في الموضوع ده، وبالذات لو الشركه توكسيك. انا واخد الحاله اللي بيتكلم عليها طارق بالذات. لو الشركه توكسيك، لو انا مدير فيها وقادر ان انا اغير، لا بلاش قادر ان انا اغير ومجبر ان انا هفضل في الشركه لفتره، ما عنديش بدايل دلوقتي، يبقى طول ما انا موجود، انا في الاخر بني ادم، فطول ما انا موجود اصلح قدر الاستطاعه، اخلي بيئه العمل اللي تحتي مختلفه عن الباقيين. انا جيت من شركه، كلمه توكسيك دي شويتين عليها يعني. يعني هم تقريبا فيها ناس اللي اخترعت اصلا معنى كلمه توكسيك. حاجه لو قعدت احكي لكم والله ما هخلص لحد بالليل. انا بحلف بالله، ووالله ما هكون وفيتها حقها. وقعدت فيها 11 سنه. 11 سنه. لا، ووصلت فيها لنائب المدير التنفيذي.
وادفايزر تو بورد، واستقلت من ادفايزر تو بورد 4 مرات علشان خاطر مش قادر استحمل كمية السموم العقلية والمعنوية والذهنية اللي موجودة. وبالمناسبة شركة عملاق ماركت ليدر في مجالها. فكانت يعني هي الفكرة في الآخر إنك إزاي تصلح قدر الإمكان في مكانك. إمتى تقول والله لا أنا فعلا واجب عليا إن أنا أمشي، وجهودك تشتد جدا في إنك تمشي. لو أنت خلاص وصلت لمرحلة إن البيئة غلبتك ومش قادر، فانت بتتحول للاسف تدريجيا برضو لاننا بني ادمين. بتبدا تتحول تدريجيا انك انت نفسك تبقى جزء من البيئه دي، واخلاقك انت نفسك بتسوء. بس ده بيحصل وده واقع. ده نقطة أساسية جدا، ويمكن أنا بتفق جدا مع ده، وده انا اللي كنت شاكر عايز ليكم أرد. جدا واسف ان كنت عطلت. الله يبارك فيك يا رب، شكرا على البرسبكتيف ده، ضروري جدا. ده اللي كنت حابب أشاركه مع طارق برضه، أو تعليقا على كلام طارق. إن طارق طبعا يعني راجل يوتوبيان شوية أو أفلاطوني، حابب إن الدنيا تبقى جميلة، عشان هو شخص جميل وعايز كل حاجة تبقى جميلة حواليه. بس ده مش بالساهل يعني، أو الحياة ما فيهاش هذه المثالية. ممكن المقولة بتاعت إن الناس ما بتسيبش الشركات، بتسيب المديرين، بيفضل يقولها الشخص اللي بيكون موظف لغاية ما بيتحط في مكان المدير وبيبص للبرسبكتيف المختلف ده، ان انا مش قادر وانا مش هعرف اعمل كل الحاجات دي والكلام ده كله. ما هو حتى لما طلع من صف الموظفين وبقى طلع مع صف المديرين، ما هو لسه فوقيه مدير وفوقيه مدير وفوقيه مدير، فهو ما زال لو هو ساب المكان ده هيبقى بيسيبه عشان المدير اللي فوقيه برضه، زي ما كان رسلان بيوضح في النقطة دي. ف فدي نقطة تانية ذكرها طارق، وممكن تبقى محور كلامنا في لقاء تاني، هي ال vulnerability، أو القابلية للنقد، أو الشفافية. مش عارف ممكن الترجمة بتاعت vulnerability المباشرة بالعربي تبقى إيه، بس إن أنا مش في إيدي كل حاجة، أنا مش ساحر، أنا مش عارف أغير كل حاجة يا جماعة، بس إحنا مع بعض ممكن نحاول نحسن ما استطعت. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وأنا بحاول طول ما أنا موجود. المكان بقى بيحجمني او في ليميتس كتيره، فاحنا بنحاول نحسن طول ما احنا موجودين، طول ما احنا مسؤولين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، فانا هأسأل عن الفتره اللي انا قاعدها معاكم هنا لغايه اما ربنا ينقذني من هنا والاقي فرصه احسن، واهرب من المدير اللي فوقيه برضو. ف... فهي كلها الكلام يعني مش يداده، او احنا مش بنعارض بعض يعني، بس ابعاد مختلفه او وجهات نظر مختلفه في نفس النقطه. آه، بس يعني ده حبيت اكونكلود بيه، والخص اللي احنا ذكرناه هنا. ويبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر سواء هو المدير او هو الموظف، يسوي دعاء يدعي لغايه اما ربنا يكشف هذا الهم ويفرج الكربة يعني. مش حابب أطول عليكم، أنا حابب إن لقائنا يبقى لقاء خفيف سريع. يعني هحاول إنه يكون بشكل متكرر أكتر، عشان قطعنا فترة كبيرة الفترة اللي فاتت. وممكن يبقى أيام الجمعة الساعة 9 الصبح، ناخد لنا نص ساعة أو بالكتير 40 دقيقة كده، قبل 10 نكون مخلصين. شكرا على تواجدكم، شكرا على آرائكم. كنت أتمنى أسمع كل الناس، بس في ناس فضلت الكتابة أو فضلت الاستماع المرة دي. إن شاء الله المرات الجاية نقدر نسمع صوتهم. وحابب في الختام أشكر برضو أستاذ إبراهيم إنه موجود معانا النهاردة. انبسطت لما لقيتك موجود. أكيد ليك انبوت كتير تقوله معانا. إن شاء الله تبقى معانا في المرات اللي جاية، تشارك معانا آرائك في التدريب وفي الاستراتيجي على مستوى الجي سي سي كله يعني. شكرا جزيلا للجميع. يومكم سعيد، ولا تنسوا الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وويك إند لطيف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.